صباح الهنا على عيونكم. النهارده هنعمل مع بعض محشي الكرنب، وده من احلى الوصفات اللي احنا بنحبها. هنحط الرز، وادي الرز بتاعنا حطيناه. هنحط عليه البصل، وهنحط الطماطم، وهنحط الخضره بتاعتنا، كزبره وبقدونس وشبت. عندنا بقى البهارات بتاعتنا: ملح، كزبره، كمون، شطه، وعندنا رشه نعناع وده اساسي، وشويه صلصه، ورشه زيت عشان الزيت بيفلفله بيخليه جميل. ونقلب بقى المكونات دي كلها كده مع بعضها. هنجيب بقى الحله بتاعتنا وهنرص فيها الورق الاخضر اهو. عندنا بقى بطاطس هنرصها اهي، هي واحده بطاطس بس مش اكتر. عندنا بقى طماطم وبصل، بصلايه كده وطماطمايه بتظبط الكلام فيها اهي. نوزعها كده اهو كده زي ما انتم شايفين، ونبتدي بقى نعمل المحشي ونرص عليها، هتدينا طعم حلو قوي قوي قوي. وادي المحشي. نجيب بقى الورقه اهو كده شويه صغيرين، ونلف محشيه بتاعتنا اهو، وغيرها اهو. بصوا محشيه نعمل واحده كمان عشان بس مطولش عليكم اهو. ونلف كل الكميه بقى بتاعتنا، وطبعا هنرص في الحله، بس انا بوريكم. ادي المحشي بتاعنا وكده هنخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. وادي الحله بتاعتنا ابتدينا في رصها، اكمل بقى واوريكم. عندنا بقى الميه اللي هنعملها للمحشي. نحط كده معلقه ملح ومعلقه صلصه، نحط معلقتين صلصه ما نستبخلش. خلاص كده عملنا بقى المرقه بتاعتها كده، رشيناها على الوش اهو. زقينا المحشي بس كده، ونغطي بقى عليه ونسيبه لما يستوي. نوطي عليه النار ونرجع له تاني اهو. بسم الله ما شاء الله. ادي المحشي. سيحنا بقى حته سمنه فلاحي ونرشها كده على الوش، هتديها ريحه وطعم، هتنقلها في مكان تاني خالص. ونكمل بقى سواها. وكده خلاص المحشي بتاعنا اهو خلص، ويلا بقى نقلب اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يلا البطاطس بقى بالحاجات بتاعتها كلها. ندوق بقى عشان هي هيحصل هجوم دلوقتي. بصوا عايزه اقول لكم تحفه. بطاطس مستويه. يا رب المحشي يكون عجبكم وتجربوه معايا ويعجبكم الفيديو بتاعي. بصوا البطاطس، بطاطس مستويه خالص. بسم الله ما شاء الله. دايبه خالص، طعمه تحفه بجد جميل. يا رب يعجبكم. وطبعا المساريع عمالين ياكلوا حواليا مش صابرين. بصوا تحفه بجد يا جماعه، يا ريت تجربوه. ولو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.